مشاهدي الوطن في كل مكان، صباح الخير عليكم من بورسعيد الباسلة. بورسعيد أخذت موقف، أهالي بورسعيد كلهم أخذوا موقف بالامتناع عن شراء الأسماك، حتى يعني تخفيض الأسعار. يعني بصراحة الفترة اللي فاتت كانت شهدت ارتفاع مبالغ فيه في الأسعار، أسعار السمك. فاتفقوا كده مع كلهم، وفعلا يعني المقاطعة أو المبادرة يعني لقت زي ما حضراتكم شايفين. احنا واقفين اهو قدام سوق السمك، والمفروض في وقت زي ده بيبقى فيه يعني في اقبال على السوق. احنا قدام سوق السمك الحضاري بحي العرب، بيبقى فيه اقبال على السوق. حتى كمان رحلات اليوم الواحد تضامنت مع اهالي بورسعيد وامتنعوا عن شراء السمك. بدأت المقاطعة في يوم الاحد، والنهارده ثالث ايام المقاطعة، علشان يعني يعترضوا على ارتفاع الاسعار. قالوا يعني زي ما الدولة بتدعم وبتطالب بتخفيض الاسعار، يبقى فيه برضو التجار نفس الكلام، يخفضوا الاسعار المبالغ فيها. يعني مثلا لما اجي اشتري اقل كيلو سمك يبقى 150 جنيه. طب انا اشتري 2 كيلو الاسره باقل ايه؟ ده ما فيش سمك اصلا ب 150، ب 300 جنيه. طب انا الرز بكام وده بكام؟ وفي نفس الوقت مين هتبقى وجبه غذاء اقل حاجه 400 جنيه؟ مين قال كده يعني؟ فطبعا الاسعار بقت يعني مبالغ فيها قوي، وبقت حاجه فوق طاقه المواطنين في بورسعيد. فقرروا ان من يوم الاحد المقاطعه لحد ايجاد حل لموضوع ارتفاع المبالغ فيه في الاسماك. خاصه احنا كمان كبورسعيد بلد هي يعني بلد جزيره. يعني بورسعيد جغرافيا تحاط بها المياه من كل جانب، البحر المتوسط. يعني بطول المحافظه كلها مطله على شاطئ البحر المتوسط او ساحل البحر المتوسط. فيها الكنال، فيها بحيره المنزله، فيها قناه الوصل. يعني بتحط بها المياه من كل جانب. طب ليه الارتفاع المبالغ فيه؟ فيها مزارع سمكيه. فطبعا الناس بصراحه يعني وصلت لحد بقى معين، وقالت خلاص بقى احنا كده يعني استوينا. يعني نتمنع من ان احنا ناكل الجمبري والسيبيا والاكل اللي كنا بناكله زمان، نتمنع منه ازاي؟ يعني من الاسعار بقت يعني لا معقوله. انا برضو هقول لكم الراي. يعني احنا دلوقتي بنبدا بالراي بتاع الناس، وانا برضو قعدت مع التجار وهقول لكم رايهم من الحياديه، ان الواحد بيقول الجزئين. فده كان يعني ده الجزء بتاع اهالي بورسعيد. وانا عايزه اقول لكم يعني ان اهالي بورسعيد يقطعوا السمك لمده يعني طبعا المبادره بدات باسبوع، بدات من الحد المفروض للحد الجاي. بورسعيد يعني اساسي عندنا اكل السمك، زي مثلا زي الميه كده. حد يقدر يستغنى عن الميه؟ اهالي بورسعيد ما يقدروش يستغنوا عن السمك. ومع ذلك اخذوا موقف حاسم وقالوا لازم هيبقى ده موقف، ودي البدايه. يعني البدايه في مقاطعه الاسماك. الفتره لو هيبقى برضو بعد كده في مقاطعه لبيع لشراء البيض وللفراخ وللحوم. هيبقى في مقاطعات بايدي من حديد، وايضا في تداول على صفحات التواصل، او يعني الناس كمان اهلي بورسعيد قالوا. وبرضه يبقى في مقاطعه للسناتر اللي المدرس بيوصل فيها ل 500,000 جنيه في الشهر من الدروس. ده يعني اذا كانت الدوله بتقدم كل الدعم للمواطن، فالمفروض هقول الجشعين سواء تجار او غيرهم يعني يرحموا شويه. ده كان يعني راي الناس. وزي ما حضراتكم شايفين احنا واقفين اهو قدام سوق السمك، مفيش لا بيع ولا شراء. حتى رحلات اليوم الواحد يعني غير مفيش فيها خالص يعني. فده كان يعني ملخص ثالث يوم في المقاطعه. زي ما انتم شايفين مفيش شراء خالص. يعني في كان قالوا ده بنسبه 70% مفيش شراء. زي ما حضراتكم شايفين انا واقفه اهو، ويمكن واقفه قبلها بساعه ان اشوف حد بيشتري الكلام ده كله. مفيش، جو ركود تام يعني. حتى الناس كانت بتفرش بدري عن كده زي ما انتم شايفين. وحتى يعني المطاعم حتى ما فرشتش.
خليني بقى اقول لكم وجهة نظر التجار، لان احنا دايما ما له وما عليها، وبننقل الرأي والرأي الاخر. يعني التجار قالوا ان في، يعني اذا كان احنا بنعلي في الاسعار ده مش ذنبنا، ده ذنب ان الايجار، يعني الايجار في مثلا المحلات ب50,000 من 15 ل50,000، وفي الحاجات الصغيره ب5,000 في الشهر اضافه للايجار والتامينات. وقال ايضا ان الطن العلف دلوقتي يعدي 2,500. فطبعا بالنسبه للمزارع، طب وبالنسبه للجاز ده لو قلنا في المزارع، بالنسبه للجاز قال لك الجاز يعني سعره اترفع النص، وهم مع الناس مع البسطاء، لكن بيطالب بتخفيض ايه او بدعم الجاز. تمام، دي مطالب مشروع. طب انا برضو يعني بفكر معاكم، طب اللي هم اللي موجودين على شاطئ بورسعيد اللي هم الصيادين الظهره بيتكلفوا جاز؟ يعني التاجر، انا يمكن احنا كنا صورنا معاكم في اكتر من لايف، ما شاء الله البحر جايب خيرات ربنا. يمكن السنه دي كمان اكتر من كل سنه في موسم، يعني لسه ما بقاش موسم الصيف واحنا اهو في الربيع، وكميات كبيره من الجمبري والكابوريا. فطب ليه ما فيش تخفيض في الاسعار؟ ويعني هو الصيادين الظهره دول، او اللي هو صاحب العده بتاعه الظهره اللي هي المركب والغز، انت بتتكلف ايه؟ بتتكلف عمال، بتدي العمال قد ايه؟ بتدي العمال 50 جنيه في اليوم، سعر غير ادمي. بتكسب قد ايه؟ بتكسب قد كده. طب راضي عمالك، وفي نفس الوقت يعني ايه؟ خفض في الاسعار. زمان يقول لك ايه، او ما زال يقول لك ايه، السوق عرض وطلب. طب العرض كتير، او خفض الاسعار. الجمبري كتير، نزل في الاسعار. جمبري ايه اللي هروح اشتريه ب 250 وب 300؟ اشتري 2 كيلو ب 600 جنيه، ده اقل جمبري. ويمكن احنا كاهل بورسعيد يا سلام كان يوميا السمك ده، ويوميا، ويعني السمك ده الجمبري مدفونه، رز وجمبري، صياديه، مش عارف ايه. دلوقتي احنا محرومين منه. هقدر اعمل ب 600 جنيه وجبه؟ طبعا تجار الجمله قالوا احنا كمان بندفع بالاضافه للايجار لو محلات يعني، وب1000 جنيه تلج بالاضافه الى مثلا العماله، لو هدي كل عامل 200 جنيه في اليوم. فقال لك كمان. طيب بالنسبه بقى احنا عندنا من عشاق السمك الشبار الاخضر اللي هو البلطي. الشبار الاخضر بيبقى حجمه صغير، احنا هنا في بورسعيد من عشاقه، ويجي في الموسم ده موسمه صغير قوي بيبطرخ. فمثلا البطرخ بيبقى اعلى شويه من اللي هو ايه السمك من مش مبطرخ. والسمك ده بيتجاب منين؟ من البحيره يعني. فبيبقى باسعار مش مبالغ فيها كده. كان يوم ما يبقى زايد يبقى كام؟ ب50 جنيه. النهارده ب250 جنيه المبطرخ، وب300 جنيه. طب انا يعني هجيب 2 كيلو نفس الكلام ب600 جنيه. وليه؟ قال لك اصل ايه، جزء من البحيره اتردم. طب معلش برضه يعني احنا محتاجين بقى ايه اللي هم المتخصصين يوضحوا لنا ايه سبب، يعني هل فعلا في تاثير؟ يعني حتى لو انتوا عليكم ضغوطات التجار، لو سمحتوا برضو يبقى في احساس بالمواطن البسيط. مرتباتنا قد ايه؟ يعني احنا للاسف يعني في بورسعيد بقت فيها كده طبقه الغنيه جدا مش حاسه يعني ايه بالناس البسطاء، ورغم التشديدات من قبل الدوله. يعني التجار يعني حتى طلبوا قالوا يبقى في رقابه تموينيه. ما انا كتاجر صغير بيديني تاجر الجمله بيبيع لي بقد كده، فانا هبيع بكام؟ وعندي عماله وعندي نفس الكلام. تاجر الجمله قال لك انا عندي لو عندي محتاج جاز، عندي محتاج ايجار، عندي محتاج لو عندي مركب بره هيبقى بيكلف قد كده جاز وعماله يومين في البحر ولا حاجه. احنا بنصور بره، يعني خلينا كده من بره علشان يعني ايه الناس برضو متضايقه، ما هي بقى لها 3 ايام ما اشتغلتش. خلينا انا بس بحب ايه انقل لكم الصوره. وده اهو الباب اهو، ادي باب سوق السمك. انتوا شفتوا حد لحد دلوقتي دخل ولا طلع؟
احنا مهمتنا ان احنا ننقل الصورة، لا خوف ولا حاجة. الحمد لله الصحفي مهنته البحث، يعني مهنة البحث عن متاعب الناس. فاحنا يعني الحمد لله احنا بس بننقل الصورة، الرأي ورأي الآخر. شايفين اهو ده مدخل السوق، الدنيا هادية خالص يعني. ده 3 أيام المقاطعة. انا بس عايزه اقول لكم يعني البورسعيديه ادوا درس ان مفيش حاجه اسمها ايه احنا مكسورين الجناح. المواطن المصري ما هوش مكسور الجناح. يعني المواطن المصري اللي حارب على مدار عمره هنا من بورسعيد الباسله، المدينه اللي حاربت 3 دول، يعني عدد سكانها كام عشان يحاربوا 3 دول، وبايه باسلحه شبه ما فيش، بغطى الحلل، الستات نزلت بغطيان الحلل تحارب. تمام. فمش هنعرف نحارب جشع التجار يعني، لا طبعا ان شاء الله نقدر. وهنحارب بقوه، بس برضو من خلال شاشة الوطن. يعني هنقعد مع الطرف ده من المسؤولين، يقعدوا برضو مع الطرف التجار، نعم، مع التجار، تجار الجملة وتجار التجزئة، ويشوفوا مشاكلهم ايه. اذا كان في دعم، مع الدولة دعمت رغيف العيش، تدعم الجاز، شوفوا ايه مشاكلهم عشان ما يبقى لهمش حجة. هما بيقولوا ان لهم حجج كذا وكذا وكذا، واحنا زي ما قلنا بنسمع الرأي والرأي الآخر. يعني بقى طبعا من بورسعيد بقى مختلف المحافظات، من رأى أحدكم منكر فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. غيروا، احنا مش بنقول منكر، إنما غيروا. الشاعر قال إذا والله نسيت إذا أراد الحياة لابد أن يستجيب القدر. فإذا أردنا أكل السمك والعيشة بما يرضي الله فلابد أن يستجيب التاجر والمسؤول. واحنا بنأكد على يعني دور الحكومة في مواجهة ارتفاع الأسعار يعني، بس في نفس الوقت ملاش افتراء. يعني برضو احنا بدأنا اهو بالسمك، وبنكرر تاني، أهالي بورسعيد مستمرين، بدأوا بالسمك، بعد كده البيض، بعد كده الفراخ واللحمة. يعني الناس تاكل ايه طيب؟ ده الخضار بقد كده، وبالذات يعني بورسعيد بقى فيها اسعار مبالغ فيها جدا. يقول لك ايه اصل الايجارات غاليه. طب تمام، نقعد مع المسؤولين ونشوف، انما انتوا برضو لازم يبقى في رقابه تموينيه على التجار دول. بلاش افتراء، الناس يعني متوسطي الحال. وبرضو رساله للمدرسين، مدرس يعني ايه دروس بنص مليون جنيه؟ اقل مدرس ايه نص مليون جنيه في الشهر؟ الناس عايزه تعلم عيالها، تجيب منين؟ دوله والمحافظه قالت وقف السناتر على اللي عملوه. طيب يا جماعه ماشي، يعني بلاش افتراء، بلاش افتراء. 200 واحد في سنتر، في مجموعه واحده ب 200 جنيه، ايه ده؟ مدرس بيقدم ضرر يعني، حرام. احنا زمان كان في رحمه، ارحموا يعني، ارحموا بعضكم. بورسعيد قدمت الرساله وهتستكمل في رسالتها. وانا يعني ايه باكد على ان رحلات اليوم الواحد من مختلف المحافظات لما عرفت عن المقاطعه ايدتنا. فيعني هم دول المصريين ايد واحده يعني. ما احنا بنأكد على ان تفعيل دور الرقابة التموينية. احنا يعني عرضنا بما يرضي الله الموضوع من مختلف الجهات، من رأي الناس واسباب المقاطعة ايه والغلاء الفاحش، وقلنا التجار وايه وجهة نظرهم، وقلنا ايه المطالبة بالتفعيل الرقابة التموينية. واحنا مع حضراتكم يعني، لو في انا بتابع التعليقات، لو في حاجة انا معاكم يعني.
ما انا بقول لحضراتكم يعني السمك البلطي ده سمك يعني متوفر وبكثره، يبقى ليه سعره بالغلا الفاحش ده؟ وبعدين هو موسمه اسبوعين ثلاثه، نتحرم منه كمان يعني اسبوعين ثلاثه في السنه. السمك اللي احنا بنقول جوابي لانه دايما بيصطادوه بالشبك على هيئه جوبيا او شبك ايه يعني، عباره عن زي قب كده باللغه الانجليزيه، هو اسمه جوبيا يعني ايه، قطعه كده ملفوفه من الشبك وبيصطادوا بيها السمك ده في البحيره في الغالب، وبيبقى ده موسمه، يعني موسمه اسبوعين المبطرخ، واحنا هنا من عشاقه، واحنا هنا اساسي عندنا السمك. يعني البورسعيديه ممكن ما ياكلوش لحمه بالشهر والشهرين، انما السمك ما ينفعش. لا دول يعني دول عاملين جوه داخلين السوق، مش بائعين، مش مشترين يعني. اديك اهو انا بوصلكوا اهو، بتجول اهو بالكاميرا، ادي مدخل للسوق، شايفين ايه؟ مفيش خالص يعني. وهنتابع معاكم برضو على مدار يعني الساعات القادمة الجديد في الشارع البورسعيدي الجديد في ركود الأسماك في 3 أيام المقاطعة. أنا كنت معاكم من بورسعيد هبة صبيح، خليكم على خير إن شاء الله.